بشر قرود، العبرة بتتاخد من ناس سبقونا، بس دول عبرة لمن لا يعتبر، أصحاب السبت. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في واحدة من المدن الساحلية اللي مش محدد مكانها فين بالظبط، كان في جماعة شغلتهم الصيد. سألوا ربنا يحدد لهم يوم يتعبدوا فيه ويدعوا له في اليوم ده، وفعلا ربنا قال لهم اليوم ده هو يوم السبت، يشتغلوا طول أيام الأسبوع عادي، إنما السبت ممنوع. وفعلا بقى يوم السبت هو يوم العبادة. بس ربنا طبعا كان عايز يختبر صدق إيمانهم واختبرهم في رزقهم. بقى السمك اللي هو مصدر رزقهم طول أيام الأسبوع مش موجود، ويوم السبت اللي هو ممنوع فيه الصيد السمك كان بيطلع على الشط حرفيا، حتى إنهم كانوا بيقدروا يشوفوه وهو جوه المية من كتر ما هو موجود. وهنا كان الاختبار الحقيقي. جه حد فيهم يوم السبت ربط سمكة على المية بس ما طلعهاش وسابها، وجه تاني يوم علشان ما يكونش خالف أمر الله بشكل صريح وياخدها تاني يوم، وفضل يعمل كده كل يوم لحد ما بقوا جماعة منهم بيعملوا زيه. ومش بس كده، دول بقوا يحفروا على الشواطئ بره حفر وخنادق بره على أساس إن السمك اللي يقع فيها ياخدوه هما، وبكده ما يكونش قال إيه خلفوا أمر الله. وتمادوا في الموضوع ده، وكان أمر ربنا واضح إنه السبت للعبادة فقط مش لحفر خنادق للسمك اللي تاني يوم بيروحوا يطلعوه. وفضلوا مستمرين على الموضوع ده لحد ما في يوم اختلفوا مع بعض. في جزء منهم شاف انه عادي جدا يعملوا كده، هما كده كده مش بيصيدوا وان ده رزقهم، وناس تاني شافت انه ده امر الله ولازم نتبعه، واتفض خلافهم، وكل حد فيهم راح على بيته علشان تاني يوم كل اللي خالف امر ربنا يعاقبهم عقاب العبرة، يسخطهم قرود. القصة دي من كتر قوتها اتنسك حواليها مجموعة من الحاجات اللي ارتبطت بيها، زي مثلا ان الانسان اصله قرد، قالك ان دول من نسل اصحاب السبت. بس الحقيقة ان الرواية دي ضعيفة جدا، لان حسب قصة اصحاب السبت والمفسرين انهم من ضمن عقابهم انهم ما تنسلوش، والبعض قال ان بعد 3 ايام من ما اتسخطوا قرود ماتوا كلهم. فكل الاحتمالات اللي بتقول ان اصل الانسان قرد علشان اصحاب السبت مش قصة ليها دليل. قصة اصحاب السبت فضلت مأثرة في أجيال كاملة من اليهود، لأن أصحاب السبت دول كانوا من اليهود، وده خلى اليهود المتدينين حاليا يوم السبت مش بيشتغلوا، حتى ان الرياضة نفسها بيعتبروها مجهود بدني. كل حاجة حرفيا بتقف اليوم ده، حتى التوقيع على الشيكات والأوراق بيعتبروه من ضمن الأشغال. كل ده خوفا من انهم هم كمان يكونوا بالشكل ده بيخترقوا أوامر ربنا زي أجدادهم من أصحاب السبت، وبرضه لسه بيتحايلوا زيهم زي أجدادهم، بيعملوا وكيل ليهم ممكن يكون من ديانة تانية يشتغل مكانهم في أيام السبت، نفس فكرة أجدادهم لحفر حفر السمك. قولي كنت تعرف عن أصحاب السبت إيه كمان؟ ما تنساش تشاركني رأيك في الكومنتات، ولو كنت على القناة على اليوتيوب تتأكد إنك عامل اشتراك، ولو كنت على الفيسبوك اتأكد إنك عامل شير. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.